في خاطري كلمة أو رسالة لفخامة رئيس مجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية. تذكر عبد الرب منصور عندما راح إلى عمران وبرر للميليشيات أنه الأمن مستتب وأن عمران بيد الدولة. اليوم أنت بتكرر نفس الكلام ونفس الغلطة، يعني بما معناه أنه أسوأ خلف لأسوأ سلف للأسف الشديد. الآن أنت في حضرموت تكرر نفس الغلطة اللي غلط فيها عبد الرب منصور مع الميليشيات في عمران. خلاص ما فيش داعي تدمروا المدمر ولا تجزئوا المجزأ ولا تقسموا المقسم. بكل بساطة أعطوا الجنوبين حقهم، اركزوا البرميل، وارجع يا أخي تعز ولا مأرب بصفتك رئيس الجمهورية اليمني، وتفاهم مع الحوثيين، سلم للحوثيين، حارب الحوثيين، اترك الجنوبيين خلهم يتصافوا. لا تكرر غلطة عبد الرب منصور. الميليشيات هي نفس الميليشيات سواء كانت في الشمال ولا في الجنوب. أي ميليشيات خارجة عن شرعية الدولة هي ميليشيات مدمرة، مهمتها تدمير وطن، ما لها علاقة لا بتنمية ولا لها علاقة بدولة ولا بإدارة ولا بأمن ولا باستقرار. دول مجرد همج. يعني أي ميليشيات خارجة عن شرعية الدولة فهي عبارة عن ميليشيات مخربة، عبارة عن مخربين ومدمرين، ويعني أيا كانوا في أي بلد بالعالم. لذلك لا تبرر ولا تزيد تبرر. وبعدين تعال قل لي أنت وزير خارجيتك أو الدبلوماسية اليمنية إيش دورهم؟ يعني للأسف الشديد جايبين النطيحة والكسيحة وما ترك السبع. إيش في عندكم من مسؤولين أصلا؟ واحد شيبة عجوز. يعني الدبلوماسية الخارجية اليمنية كل يوم أمريكا تنزل قائمة بحظر اليمنيين. وين دور الوزير الخارجية؟ وين دور الدبلوماسية اليمنية؟ وين دوركم أنتم كدولة؟ طب أنتم متناحرين داخل الوطن ومشغولين على تقاسم على السلطة، مشغولين على الغنائم، ومنتظرين للأوامر من الناس اللي يدفعوا لكم رواتب. هذا حقهم أنه طالما يدفعوا لكم رواتب معناته لازم تسمعوا لهم، تنتظروا الأوامر منهم. لكن على الأقل في هناك أشياء خارجة عن أوامرهم. الدبلوماسية الخارجية المفروض أنها تتحرك، تشوف اليمنيين، تشوف المغتربين اليمن. 5 مليون مغترب يمني يحاول الرجوع إلى بلده مو قادر، لا قادر يرجع إلى ميليشيات الشمال ولا إلى ميليشيات الجنوب. في النهاية هي ميليشيات، يعني عصابات. المستثمر ما قادر يرجع يستثمر في بلده لأن الميليشيات ما لهم أمان. هذه مجموعة من الهمج، مجموعة من قطاع الطرق، امتلكوا القوة، امتلكوا العتاد، وبالتالي ما في عندهم لا قانون ولا قيم ولا إخلاق ولا مبادئ تمنعهم. فمستعدين الآن. حضرموت كانت منطقة مستقرة آمنة ما كان فيها ما ينغص حياتهم. الآن راحوا ينغصوا حياة حضرموت. ليش؟ يعني وانت أيضا كمان تبرر لهم؟ يعني كما حصل في عمران. يكفي تحتقر عقول اليمنيين. اليمنيين فاهمين وإحنا فاهمين كمواطنين فاهمين، بس ما بيدنا حاجة، ما بيدنا شيء. يعني الدولة لا إنها قامت بواجبها ولا إنها تركت اليمن يتمزق. فلا يكفينا تشرد. إحنا نبغى اليمن الشمالي واليمن الجنوبي كل دولة تقوم بذاتها، وسلموا للحوثيين أو حاربوهم. إحنا نبغى دولة في الشمال ودولة في الجنوب، أو إنها دولة اتحادية ولكنها مش بالطريقة هذه. مرت سنة وراء سنة و10 وراء الآن 12 13 سنة. لا إن إحنا حصلنا دولة اتحادية ولا انفصال ولا دولة يعني شرعية ولا غير شرعية. يعني إحنا تايهين. أرجوك يا فخامة الرئيس قدم استقالتك. خلي عندك نوع من الشهامة، على الأقل خاف الله سبحانه وتعالى وانتبه على الشعب هالمسكين. قدم استقالتك وخلاص. برئ ذمتك أنت أمام العالم أنه أنت ما قادر تسيطر على الهمج هذا، وخلاص قدم استقالتك. مش كل يوم تطلع لي مبرر. وزير خارجيتك هذا الكسيح إيش دوره؟ إيش دوره؟ ما إيش عمل؟ أنا من يوم تولى هذا وزارة الخارجية أنا ما شفته يعمل شيء. شوفوا خانكم في سوريا شو بسوين.
كل يوم في مكان، كل يوم في دولة، كل يوم يشرحوا موقفهم، يشرحوا ظروفهم، يحاولوا إخراج بلدهم من ما هي فيه، وأنتم جالسين بس مخزنين وسوالف ومنتظرين الرواتب، والشعب ما عليه. 40 مليون، 40 مليون يعاني. أنت عندك راتب والوزراء عندهم رواتب من دول أخرى، طيب الشعب فين؟ يعني على الأقل يكون في عندكم شوية حياء، خوف من الله سبحانه وتعالى. يا أخي على الأقل التاريخ بيلعنكم، الشعب بيلعنكم في يوم من الأيام، أو يلعنكم من اليوم.